السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد نصر في فيديو جديد. ناس كتير بعتت لي على موضوع التليجرام أو التلي بومبر. إن في تحديثات جرت فيه وفي ناس مش عارفة تشتغل عليه. فالفيديو دوت هنشرح الأداة الموجودة حاليا اللي بيكون مبعوث لحضرتك في التكست اللي أنت اشتريت بيه التلي بومبر. التلي بومبر ده أداة مستقلة ملهاش علاقة بأي عضويات، بتتباع لوحديها. والناس اللي معاها العضويات بيكون مبعوت لها تكست على الميل بتاعها في الرابط اللي تنزل منه التلي بومبر والسيريال بتاعه. مجرد ما بتنزل التلي بومبر بيكون نفس الطريقه كده، فايل زي دوت. هندوس على التلي بومبر هيبدا يفتح معانا بالشكل اللي قدامنا ده. طيب اول ما افتح الشكل دوت اول حاجه هعملها هو من الثلاث زراير اللي فوق دول بنبدا نعمل كل حاجه ليها علاقه بالتلي بومبر. اول حاجه هعملها اول ما افتح الاداه هروح على السيتنج وادوس على كلمه تليجرام. اول ما بدوس على السيتنج وادوس على كلمه تليجرام كي بتظهر لي الشاشه دي. طيب عشان يشتغل معايا التلي بومبر اصلا لازم يكون عندي الاب اي دي والاب هاش. اجيب الكلام ده منين؟ بدوس على كلمه جيت ماي اب بيبدا يفتح لي صفحه زي دي بيكون فيها كلمه دخل رقمك. بدخل رقم بكود البلد وادوس اوكي بتفتح لي دي على طول. هدوس على كلمة اي بي اي هيبدأ ان هو يجيب لي بيانات. بحط بس اسم الاب واحط واختار ان هو هيكون ديسكتوب. ومجرد ما بدوس اوكي بيظهر بيكون فيها الاب اي دي والاب هاش. طبعا انا همسح الحاجات بتاعت الابلكيشن اللي ظهر. هي الشاشة بيكون فيها الاب اي دي والاب هاش. تمام كده تمام. بحط هنا الاب اي دي وبحط الاب هاش هم اول اختيارين وبدوس سيف. مجرد ما دوست سيف خلاص ببدا بقى اشغل التليجرام بتاعي عادي خالص. اول حاجه هعملها ايه؟ هروح على كلمه تشانل وادوس مانوال ريجستر. هيبدا يقول لي اكتب الرقم بتاعك. اكتب الرقم بتاعي عادي خالص وادوس كلمه كود. هستنى شويه لحد ما يبعت لي الكود. بيقول لي انت عايز البانل بتاعتك اسمها ايه. عايز اغير الكلام ده تمام، مش عايز اغير براحتك. هو كده بعت لي الكود على التليجرام. هبدأ إن أنا أدخل الكود بتاعي وأدوس له فيريفاي. بيقول لي كونكت سكسسفول. خلاص هو اشتغل عندي. تعالوا نفتح التليجرام بتاعنا عشان خاطر نشوف اللي بيجرى معانا على أرض الواقع. تليجرام. تليجرام ويب. فتح معايا التليجرام أهو عشان خاطر نشوف لو في أي حاجة بتجرى نشوف الكلام ده. طيب هبدأ بقى إن أنا آخد إيه تاني. كده أنا سجلت القناة، كده أنا سجلت الاي بي اي وسجلت القناة. الأكشنات من حتة أكشنز دي بقى بيبقى فيه كل حاجة ليها علاقة بالتليجرام أو أي حاجة أنا أقدر أعملها من خلال التليجرام. تعالوا ناخد حاجة حاجة ونتكلم عنها. أول حاجة التليجرام سندر. ده بيفتح معايا الواجهة اللي قدامنا دي. طيب دي بعمل منها ايه؟ دي بقدر ان انا من هنا اختار القناه اللي انا عايز ابعت فيها ابعت منها وادوس كونكت كده بيبدا يربط القناه دي. طيب بيعمل ايه بقى؟ بيقول لي الشانل بتاعتك اهي. لو دوست على كلمه الشانل دي بتاعتي هيبدا يقول لي انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز ابعت وليكن رساله لارقام معينه. كل اللي بعمله ان انا هاجي هنا ادوس لود وارفع القايمه اللي انا عايز ابعت لها الرسائل اللي هي المفروض فيها ايديهات، وابدا ان انا هنا احط المسج بتاعتي وابدا ان انا ابعتها له. طيب تعالوا نجيب احنا حد عشان نبدا نبعت الارقام ديت. خلينا نقفل دي ونشوف اكشن غيرها اللي هي التليجرام شانل براوزر. ان انا اقدر ادور على ارقام وعلى قنوات. هقول له القناه اللي انا عايز اعمل بيها اقول له كونكت. لو علمت على القناه كده هيبدا يطلع لي الشات بتاعها كله. الشات بتاع الانبوكس اهو زي ما احنا شايفين اللوج ابتدى يطلع كل الكلام ده. طيب انا عايز اعمل ايه بقى دلوقتي؟ خلينا نمسك حاجه حاجه. وليكن انا عايز ادور او هطلع كونتاكتس. مجرد ما اعمل كده هو سيلكت شانل اهو سيلكت شانل ودوست على كونتاكتس ابتدى يطلع لي الشات كله.
طيب عايز اعمل اكستراكت جروب، عايز اطلع جروبات من عندي، هدوس على كلمه اكستراكت جروب، هيبدا يطلع لي كل الجروبات اللي انا مشترك فيها. طيب خليني اخد جروب قليل وليكن اكاديميه هدايه، دي هعلم عليه كده. عايز اعمل ايه؟ عايز اخرج الاعضاء اللي فيه. كل اللي عليا ان انا اعمله ان انا هدوس على كلمه اكستراكت. بس قبل ما ادوس اكستراكت، انا هنا بقول له اعمل اكسبورت للناس بس اللي عندها رقم تليفون، اعمل سنس للقناه ديت ان هو اكن ان انا ببحث من القناه نفسها، فاست نو انفو يعني من غير بيانات، طبعا هسيبها. لو انا عايز اخد الناس دي اعمل لها امبورت لجروب تاني، اقدر ان انا اختار الجروب اللي انا عايزه من هنا، ان انا اخدهم اعمل لهم امبورت في جروب تاني على طول. طب انا مش عايز اعمل لهم جروب، لازم اروح اعمل جروب الاول بحيث ان انا اقدر اختاره من هنا. طيب انا لو رحت عملت جروب، تعالوا نروح نعمل جروب كده. نعمل جروب. تقريبا من هنا ما ينفعش اعمل جروب، خليني من هنا اعمل نيو جروب. هسمي الجروب ايه؟ مثلا هحط فيه من بيت انا بس، او مثلا بلطو اهو. اسم الجروب واحد اتنين تلاتة. عملت جروب اسمه واحد اتنين تلاتة وحطيت فيه بني آدم واحد يعني اتنين ممبر. طب تعالوا نجرب بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيه. امبورت تو جروب. عايزين نعمل ريفريش عشان يبين الجروبات كلها اللي عندي. جروب اسمه واحد اتنين تلاتة. أنا بدور عليه بس مش شايف. بس نعمل ريفريش عشان يبدأ إن هو يطلع الجروبات بتاعتنا، أهو واحد اتنين تلاتة. تمام. خلاص كده تمام. أعمل اكستراكت. هيبدأ إن هو يطلع لي كل الناس. أنا طبعا قايل له طلع لي الناس اللي عندها تليفون. أنا هستناه طبعا لما يخلص. أعرف منين إنه خلص؟ مجرد ما كلمة اكستراكت دي بتنور مرة تانية. بص لو خدنا بالنا، هو خلينا ننزل دي ونشوف من ورا. هو عمل إيه؟ اد ممبر. بيعمل اد ممبر أهو في جروب اسمه واحد اتنين تلاتة، هو أوتوماتيك بيعمل اد ممبر. هو طلع لي هنا الناس بس اللي عندها أرقام تليفونات بس هنا. لو واخدين بالكم بيعمل اد ممبر. أنا اخترت جروب صغير عشان خاطر ما ياخدش وقت كبير. الجروب فيه 89 بني آدم، فعشان خاطر يخلص بسرعة ما نستناش كتير. زي ما احنا شايفين هو عمال أهو بياخد من جروب ويضيف في جروب تاني. طبعا انا بقدر اتحكم في الديلي بتاعي حسب ما انا عايز اهو عشان خاطر القناه ما تاخدش حظر. طبعا دي حاجه لازم ناخد بالنا منها، ان احنا نعلي الديلي بتاعنا. انا هدوس كانسل عشان خاطر يوقف اللي هو بيعمله دوت. هو خلاص ده في الناس في الجروب اهو. طبعا انا هرمي الجروب دوت عشان خاطر ما حدش يبقى فيه مشكله بالنسبه لاي حد. كده احنا جربنا ان احنا نعمل اضافه آه، من جروب لجروب. طيب خلاص انا ضفت الناس ديت. طيب انا المفروض اعمل ايه؟ هو عمل سنس بالفعل لل... للقناه بتاعتي. طيب دي معناها ايه؟ معناها ان انا ارجع بقى لبرنامج التليجرام كده. اقدر اعمل ايه تاني؟ هو طبعا كده عمل اكستراكت جروب فخرج الجروب كله.
اللي احنا كنا بنتكلم فيه. طيب لو كبرنا الشاشه كده هتلاقي فيه تحت كده كرييت جروب. اللي انا عملته من التليجرام تقدر تعمله من هنا على طول، ان انت لو دوست كرييت جروب هتقوم عامل جروب وضايف فيه الناس ديت. مش محتاج ان انت تروح تعملها من التليجرام. تقدر تعمل اد لليوزرات او اد اول كونتاكتس اللي انت ضايفهم هنا، او ان انت تعمل اكتر من حاجه. طبعا الكلام ده كله بتقدر ان انت ترفع تليفونات، تاخد ارقام التليفونات وتحطها بحيث ان انت تقدر تضيفهم هنا وتضيفهم في الجروب على طول. او لو هم يوزر اي دي فتقدر تعمل معاهم نفس الكلام وتدوس اد. طيب اقدر اعمل ايه تاني؟ اقدر ان انا اضيفهم في جروب موجود بالفعل، او ان انا اعمل جروب جديد واضيفهم فيه. مجرد ما بعمل امبورت تو جروب بيبدا ان هو يضيف الناس دي جوه الجروب اللي انا يا الجديد يا الجروب اللي انا مختاره. واقدر اوقف في اي وقت واقدر اعمل الكلام ده كله. طبعا مش عايز اعمل كل الكلام ده، انا عايز اسيف الناس دي قدامي، يا سيف الايديهات يا سيف كله. لو دوسنا سيف كده بتكست، خلينا نحطها على الديسك توب ونسميها 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فهدوس سيف، والتانية هدوس سيف ونسميها 1 2 3 4 5 6 بس، وهدوس سيف. خلينا ننزل دي بقى عشان نشوف ايه اللي اتسيف. دي سيف كله بيسيف لي رقم التليفون والاي دي والاسم، ودي اللي هي الايديهات بس بتسيف الاثنين نفس الكلام. طيب يبقى ملهاش، دي او دي هتكون نفس الفكرة، مش محتاج دي او دي. طيب تمام، انا كده سيفتهم. اعمل ايه بيهم بعد كده؟ خلينا نقفل دي. طبعا احنا كده عملنا اكستراكت للجروب، طلعنا الناس اللي عندها ارقام تليفونات او اليوزرات، وعرفنا ازاي نضيفهم او نضيف ناس قايمه عندنا او الكلام ده كله. طيب انا لو عايز ابعت حاجه في جروب، كل اللي عليا ان انا بدور على الجروب اللي انا عايزه، وليكن هندور على اهو الشتات اللي بتطلع، الشات ما بيننا وما بين بعض. هختار اللي انا عايزه وليكن اصدقاء جدد، وابدا ان انا اضيف الرساله اللي انا عايزها. طبعا لما بدوس على كلمه مسج دي بيبدا يبان لي الرساله. انت عايز ايه بالظبط؟ هتكتب الرساله بتاعتك. عايز ترفع صورة متاح ان انت ترفع صورة، عايز ترفع فيديو متاح ان انت ترفع فيديو، عايز ترفع اوديو متاح ان انت ترفع اوديو، عايز تبعت كمان كونتاكت تكتب الاسم الاول والاسم الثاني والتليفون عشان يتباعت كونتاكت. طب عايز ابعت لوكيشن متاح انك تبعت لوكيشن، سواء بتكتب انت خطوط الطول والعرض او بتجيب من على الخريطة. متاح ان انت تبعت دوكيمنت، متاح ان انت كل صورة تكتب تحتيها كلام معين. كل الكلام ده متاح في الرسالة. حط الكلام ده كله، وبعد كده كل اللي عليا ان انا هدوس على كلمه سند عشان ابدا ان انا ابعت في الجروبات الرسائل دي. طيب في ايه تاني؟ في ان انا اقدر ادور على ناس بلوكيشن معين. لو دوست على فايند لوكيشن كده وقلت المكان هنا مثلا الدقي، دوست سيرش لوكيشن جاب لي الدقي، اقدر اخد الدبوس ده واتحرك بيه زي ما احنا شايفين كده. عابدين وفهم الدقي غلط ودانا في حته تانيه. القاهره مثلا، جاب لي القاهرة أهو. أنا عايز دلوقتي أعمل سيرش على جروبات، هدوس على سيرش على طول هتجيب لي جروبات ويوزرات. طيب عايز أعمل جوين للجروبات دي كمان وأخليها تخش في القناة بتاعتي على طول، هعلم على الاثنين دول. طيب أنا مش عايز أعمل الكلام ده، فكل اللي هعمله إن أنا هدوس على سيرش، هيبدأ يشتغل معايا. نشوف مع بعض دلوقتي. أهو ابتدى يطلع لي يوزرز باللوكيشن، وبدأ يطلع لي كمان جروبس. انا عايز اعمل ستوب واطلع لي في الدقيقه اللي احنا كنا فيها مع بعض دي 67 يوزر على التليجرام وجروب اسمه فندق كايرو ان. طبعا اقدر ادخل الجروبات اللي مفتوحه في القاهره، اقدر اضيف الناس ديت، اقدر اعمل كل الكلام ده. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ بدايه هدوس على كلمه اد كده، هتروح هنا عايز اعمل ايه؟ سيف فور سيندنج ان انا ابعت لهم على طول، ولا سيف الايديهات، ولا سيف كله؟ احنا هنسيف الايديهات كحاجه، نقول اي دي ونسيف فور سيندنج. هيفتح لي قائمه هنقول سيندنج.
سيف. طيب والجروبات نفس الكلام، مجرد ما ادوس اد كده هتتنقل لي في الحته دي واقدر اسيب. طيب احنا كده عملنا السيرش باللوكيشن، ضفنا الناس، ضفنا الجروبات، خلاص نخرج من النقطه دي ونشوف اللي بعدها. دي فيكسد مسج، لو انا عايز اي حد يكلمني يتبعت له رساله، اي حد هيكلمني على قناتي يتبعت له رساله زي البوت بالظبط. بس دي اول ما حد يكلمني تتبعت له رساله، كتب لي اي حاجه تانيه تتبعت له رساله. تقدر تحط الكي ووردز اللي انت عايز الناس ترد عليها، او عايز القناه ترد على ناس معينه كاتبه الكلام دوت في المنطقه دي. طبعا هي محطوط فيها النجمه عشان ترد على اي حد بعت اي حاجه. بحط هنا الرساله اللي عايزها تتبعت، هنا الكلمات الدليليه، ولو نجمه يبقى كل الكلمات، ارقام لو عايز اضيفها بحيث ان هي تبعت زي تنبيه لو القناه دي ردت على حد، تبعت للرقم الثاني ان في حد كلمنا على القناه دي، وادوس اد بتبدا ان هي تشتغل اوتوماتيك. طيب اوتو ريسبونس هي بقى بوك كامل، نفس الكلام اللي انا قلته قبل كده بس بيكون فيه فوتو كمان. جروب كرييتور طبعا زي اللي احنا كنا فيها بالظبط، اللي هو انت بتقدر تعمل اد كده، ترفع اليوزرز. يعني خلينا نروح للديسك توب بتاعنا. احنا كنا مسيبين اي دي، بقدر ان انا اخد الاي دي ده كله كوبي كده، واروح للمكان اللي احنا كنا فيه واقول له يوزر اي دي اهو بيست، واقول له اد بيتضاف كله. بنزل اقول له ان انا عايز اعمل نيو جروب مثلا اسمه 1 2 3، وهعمل ايه بعد كده؟ import to group. بيقول لي اليوزر تو فيو. طيب هو بيقول لي ان هم قليلين قوي ان انا اقدر آه اضيفهم مره واحده. خلينا نعمل فيتش الاول، فينش، وبعد كده برضه بيقول لي ستوب، نو يوزر اي دي، فيتش، فينيشنج، امبورت نوت اكزيست. وبعد كده طيب خلينا كلير اد، نحط اليوزر اي دي اد، بعد كده ادوس فيتش، يقول لي فينيش، امبورت تو جروب. بيقول لي ان هو صغير قوي، يعني كميه صغيره ان هي تتعمل. المفروض بحط اكتر، والافضل ان انا احط الفون نمبر طبعا عشان يبدا يتعمل معاك الكلام دوت. خلينا ندوس عليها ستوب. خلينا نقول ان هي نفس المبدا، ان انا لو عايز اعمل جروب هو زي المبدا اللي فات. بعمل اكزيت جروب، او ان انا اعمل جروب تاني بدوس نيو جروب واحط فيه الكلام دوت. مجرد ما ادوس اد هيطلع لي ان انا احط التليفونات او اليوزر اي دي وادوس عليهم اد. بعد ما ادوس اد هدوس بيتش، وبعد كده امبورت تو جروب، هيروح اوتوماتيك يعمل جروب بالاسم اللي احنا اخترناه ويبدا يضيف الناس فيه. طيب ايه تاني؟ خلينا نقفل دي، نقفل دي، ننزل دي. دي كل الحاجات اللي موجوده حاليا. طيب ايه تاني؟ انا اقدر اقفل دي بقى. الاختيار اللي انا سبته بعد كده اللي هو التليجرام سندر، بختار الشانل بتاعتي اللي هو انا عايز ابعت مسجات للقنوات او للناس معينه. هو بيبدا يقول لي القناه اهو، انا تليفون هعمل لود. طبعا في ناس انا مسيبها ارقام التليفونات اللي هي كان اسمها آه تقريبا 1 2 3 4 5 6. هو حاطط التليفون وحاطط الاي دي وحاطط كل حاجه. كل اللي عليا ان انا هدوس على اد مسج واكتب الرساله، وهدوس على كلمه اد. مجرد ما هدوس ستارت هيبدا يبعت المسج بتاعتي لكل الناس دي. طبعا مش هينفع ادوس ستارت وهبعت لناس انا عارفهم بالفعل، كده هفتح معاهم كلام. المهم ان احنا فهمنا كده هو بيتعمل ازاي. هبدأ أقفل دي. في اختيار تاني اللي هو الشانل شيكر، بتقدر منه تعرف القناة ما زالت شغالة ولا لا. دوس تشيك، لو أخضر يبقى ما زالت شغالة، لو أحمر يبقى القناة اتقفلت ولازم تسجل دخول ليها من الأول. بس ده تقريبا كان كل حاجة خاصة بتليجرام بعد التحديث الأخير، وأتمنى إن أنا أكون شرحتها ب... بتفاوت عشان خاطر تقدر تبقى عارف أنت هتعمل إيه في كل حاجة. التليجرام ملهوش مستوى للبلوك، ممكن فجأة تلاقي نفسك خدت بلوك. فحاول يكون الديلي بتاعك دايما كبير، تتعامل بكمية قليلة يوميا، يعني ما تعديش ال 100 طول ما معاك قناة أو اتنين. لكن لو معاك قنوات كتير وبتقدر تغير ما بينهم والكلام ده كله، اشتغل براحتك ومفيش أدنى مشكلة.
بس كده لحد هنا اكون خلصت الفيديو بتاعي. كان معاكم احمد نصر. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان خاطر يوصل لكل الناس اللي كانت بتسأل على التحديثات بتاعت التليجرام. اشوفكم على خير. سلام عليكم.